السلام عليكم ورحمة الله. طبعا انتم مثل ما شفتوا بالفيديو، شفتوا هذا القشرين عندي من الرقي. طبعا هذا القشر اني ما اذبه، ابقوا ويانا بالفيديو وشوفوا شنو راح اسوي بيه. طبعا قبل ما نبلش بكل شيء، اذا كنتوا جديدين على القناة خلوا لايك واشتراك، خلوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي انزلها اول باول. يلا خلينا نبلش واشوفكم الطريقة شنو راح اسوي بيه. هنا انا مثل ما تشوفون بلشت اقشر قشر الرقي هاي الطريقة، واخلص كل الكمية اللي عندي اقشرهم بهذا الشكل. هسه حبايبي بعد ما سوينا الخطوة الأولى، قشرت القشر اللي عندي وخليته هنا مثل ما تشوفون طلعت وياي هذه الكمية. ابقوا ويانا حبايبي خلي أقول لكم شنو راح أسوي بعدين بيه. وهنا طبعا بعد ما قشرت القشر اللي عندي، رجعت مرة ثانية قطعته إلى قطع صغيرة هذا الشكل. طبعا راح أخلي على صفحة وأجيب جدر وأضيف بيه 1.5 كوب من الشكر، وراح اضيف هنا نص كوب من المي. ما راح اضيف مي هوايه، نص كوب. هسه راح تعرفون ليش. طبعا هسه راح اخليه على النار. هنا طبعا النص الثاني مال شكر ما طلع عندي بالفيديو صراحه، طلع عندي ما دا يصور الجهاز. فحبايبي هسه راح اخليه هيل، وايضا رشيت رشه من الليمندوزي. وهنا عندي الرقي اللي قشرته وقطعته الى احجام صغيره راح اضيفه. ضفته هنا كليته. طبعا هنا ما خليت مي هوايه، هسه طبعا هنا راح اغطيه، خليت على نار عاليه وهسه راح اغطيه. طبعا هنا اني ما خليت له مي هوايه لانه هو اصلا راح يذب كل المي مالته مثل ما تشوفون قدامكم. شوفوا المي قد الضعف عندي الكميه، فلا تضيفون هوايه مي. انا ضفت نص كوب. هنا المقادير عندي قياسيه. فهنا أنا بعد ما فار عندي مثل ما تشوفون شلون تسبكت عندي، وهنا بعد ما فار عندي نقيتها على نار ناصية ربع ساعة. وهنا حبايبي شوفوا شلون صار قوامها، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا لي شلون صار قوامها، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا شلون صار قوامها ما شاء الله. هاي بعد ما برد عندي احلى مربى صارت عندي. هنا انا بلشت اخليها بهذا الصحن اللي قدامكم. وهاي صارت ويانا احلى مربى ما شاء الله تبارك الرحمن بقشر الرقي. يعني هسه من وجاي بعد تذبون القشر لو لا؟ يلا كتبوا لنا بالتعليقات. شوفوا انا دائما معتمده هاي الطريقه صراحه، فقلت خلي افيدكم حرامات ليش يعني تذبون القشر. ما احكي لكم يعني المربى كلش طيبه، وشوفوا لي شكلها قد حلو همين. ولهنا انا خلص الفيديو مالتنا. يا رب ان شاء الله حبيتوا الطريقه وعجبتكم. لا تنسون تكتبوا لنا بالتعليقات تذبون القشر مره ثانيه لو لا. وطبعا اذا كنتوا جديدين على القناه لا تنسون تدعمونا بلايك للقناه واشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي راح تفيدكم اكثر واكثر ان شاء الله. تدرون شنو الحلو بهذه المربى؟ انه تاكلوها وبيها ملمس البطيخ الرقي العفو، يعني نفس طعم نفس القرمشه مال رقي. ها تدين شويه نطيج؟ يلا سطيش تعال. تقدرون تحتفظون بيها باي علبه نظيفه عندكم. انا عندي علبه هاي مال نسكافيه وخليتها بيها.